أنتم تستمعون إلى بودكاست عطلات. السلام عليكم سيداتي وسادتي، صباح الخير. أتمنى أن يكون الكل على ما يرام. معكم سعفان، وأتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالفرحة والسعادة والإنجازات إن شاء الله. أهلا بكم في أولى حلقات بودكاست عطلات، والتي سنرافقكم فيها حلقتين كل أسبوع إن شاء الله. نعرفكم على أهم الوجهات السياحية في كل العالم، نساعدكم على معرفة كل ما يتعلق بالدولة أو المدينة التي تودون زيارتها. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم، ويمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني عطلات.com أو حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عطلات.com أو عبر الفيسبوك وإنستغرام عطلات. في هذه الحلقة سنتعرف على مدينة طوكيو السياحية، وهي مدينة في اليابان طبعا، وهي العاصمة وعاصمة اليابان. فبصفة عامة اليابان أصبحت لها سمعة سياحية جيدة جدا في السنوات الأخيرة بالنظر لجمال مدنها ومنها العاصمة طوكيو. فخلينا نتعرف على هذه المدينة. نبذة. فقرة نبذة مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات، سنعرف نبذة عن كل المدن التي ستكون ضيفتنا في بودكاست عطلات. طوكيو هي عاصمة اليابان، ويبلغ عدد سكانها مع ضواحيها حوالي 17 مليون نسمة، مما يجعلها أكبر مدينة بين 47 محافظة في اليابان. تقع على ساحل المحيط الهادئ في وسط هونشو، كما تعرف بأنها محور المنطقة الحضرية الشاسعة والتي تعرف باسم طوكيو الكبرى. تمتلك طوكيو مطارين رئيسيين، هما مطار ناريتا الدولي ومطار هانيدا. كانت هذه نبذة صغيرة عن طوكيو. فما هي أهم المناطق التي ينصح بزيارتها؟ أهم المناطق. من أهم الأمكنة التي ينصح بزيارتها في طوكيو برج طوكيو سكاي تري، أطول مبنى ياباني بعد أن وصل ارتفاعه الكامل البالغ 634 متر في سنة 2011، ويحتل بارتفاعه المركز الثاني عالميا بعد برج خليفة. وقد تم افتتاح البرج بمرافق مناسبة لاستقبال الجمهور في عام 2012، ويقع على بعد 7 كيلومترات شمال شرق محطة طوكيو للسكة الحديدية. يعتبر طوكيو سكاي تري معلم مهم بين معالم في العالم، ووصل عدد زواره إلى 1,600,000 زائر بعد أسبوع من افتتاحه. من بين الأنشطة التي يمكنك القيام بها داخل البرج، يمكنك الصعود لمنصة تيمبو غاليريا المصممة على شكل دوامة مائلة لتمنحك رؤية بانورامية لأرجاء مدينة طوكيو من ارتفاع يبلغ 451 متر. كما يضم الطابق مقهى يتميز بإطلالات خلابة على المدينة، وحيث يمكنك الاستمتاع بما يقدمه من مشروبات وحلويات يابانية وعالمية، إلى جانب بعض الوجبات الخفيفة. يضم المبنى أيضا عدة متاجر للهدايا وألعاب الأطفال، حيث يمكنك التسوق لشراء القطع التذكارية لك ولمن تحب. بالنسبة لأسعار الدخول للكبار فوق 12 سنة، هناك 3000 ين، أي ما يعادل 26.64 دولار أمريكي، يضاف لها 1000 ين للمنصة الخاصة، أي ما يعادل 8.88 دولار أمريكي. بالنسبة للأطفال ما بين 4 و 11 سنة 1500 ين، أي ما يعادل 13.32 دولار أمريكي، يضاف لها 500 ين للمنصة الخاصة، أي ما يعادل 4.44 دولار أمريكي. بالنسبة للفنادق القريبة من البرج، فندق مانجرين أورينتال من 5 نجوم وبتقييمات جيدة جدا، إضافة إلى فندق ذا جيت أساكوسا من 4 نجوم وبتقييمات ممتازة، ويبعد عن طوكيو تقريبا بكيلومتر ونصف. هناك أيضا منتجع طوكيو ديزني لاند، هو أول منتجع لشركة ديزني خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأهم المعالم، ويحتل المنتجع 47 هكتار من ضاحية أوراياسو التي تقع في منطقة تشيبا، وتم افتتاحه في عام 1983. يعتبر منتجع طوكيو ديزني لاند الثاني على مستوى العالم من حيث أعداد الزوار، بعد منتجع والت ديزني في ولاية فلوريدا. وقد أنشئ المنتجع على غرار ديزني لاند كاليفورنيا ومملكة السحر، ثم أضيف له بعض اللمسات التي تبرز ثقافة اليابانيين طبعا العريقة.
يمكنك أنت وأطفالك زيارة البازار العالمي الذي يقع عند مدخل الحديقة، والذي صمم على شكل شارعين متقاطعين يشبهان الشوارع الأمريكية. ثم لا بأس أن تقوموا بزيارة أراضي ديزني الكلاسيكية التي تتضمن أرض المغامرة وأرض المستقبل وأرض الأحلام، حيث تقع قلعة العالم الصغير الملونة. ولا بأس أيضا في رحلة مائية تحبس الأنفاس داخل بلدة المخلوقات العجيبة في القارب الاستكشافي الذي سيمر بكم عبر كهف جبل سبلاش. هناك مكان آخر وحديقة رائعة جدا، هي حديقة حيوان أوينو. في عام 1882 تم افتتاح هذه الحديقة، وهي أقدم حديقة للحيوانات في اليابان، وتبلغ مساحتها أكثر من 14 هكتار. والحديقة جزء من منتزه أوينو في حي تايتو، ويضم إلى جانبها بعض عوامل الجذب السياحي الأخرى كالمتاحف. تحتضن الحديقة أكثر من 3000 حيوان، تمثل بمجموعة أكثر من 400، وهي من معالم السياحة في اليابان والوحيدة التي تتميز بهذا النوع. كما تتميز حديقة حيوان أوينو إلى جانب التنوع الحيواني بمرافقها العديدة وطبيعتها النباتية، والمعبد الذي يتألف من 5 طوابق. هناك مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات متحف طوكيو الوطني، ويعتبر من أهم معالم السياحة في اليابان، فهو أقدم وأكبر متحف وطني في البلاد. وتتركز أهداف المتحف في جمع وعرض والمحافظة على مجموعة شاملة من الأعمال الفنية والقطع الأثرية في آسيا عامة واليابان خاصة. ويضم المتحف أكثر من 110,000 قطعة، 87 منها من مجموعة كنوز البلاد الوطنية، و610 قطعة تعتبر أملاك ثقافية هامة لليابان. كما يضم المتحف بعض المطاعم والمحلات التجارية، فضلا عن المعارض المفتوحة، حيث يستمتع الزوار بمشاهدة المعروضات وسط طبيعة البلاد الموسمية. وتوجد طبعا أمكنة أخرى في طوكيو، هي قصر طوكيو الإمبراطوري، حدائق هاماريكيو، حديقة سينشوكو تشيوين، فكلها أمكنة رائعة جدا. وأتمنى أن أكون في هذه الحلقة قد أطلعتكم على أهم المناطق وأهم الأمكنة الموجودة في مدينة طوكيو السياحية في اليابان. بهذا مستمعي الكرام أكون قد أنهيت هذه الحلقة. لا تنسوا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني عطلات.com، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عطلات.com، وعلى فيسبوك وإنستغرام عطلات. ألقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.